السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدأ الفيديو ألف شكر، ألف مليون شكر لمتابعيني الكرام. أشكركم جدا جدا جدا، انتوا بتسعدوني جدا بلايكاتكم. يا رب أشوف كل سعادة وخير تكون بين إيديكم يا رب. تاني موضوع أو الحاجة اللي أنا طالعة بيها بالفيديو ده اللي عايزة أتكلم فيها كل يوم هو إلغاء القايمة، لأن القايمة ليست ضمان لحقوق الزوجة بل هي ضرر لحقوق الزوجة. ازاي يا ايمي تقولي الكلام الكبير ده؟ بص حبيبتي، انت يستحسن تاخدي مهر ويجيب لك شبكة تبع امكانياته وتكاليفه. المهر هيزيد، هنقول مثلا المهر ده هيبتدي مثلا من 10,000، هيبتدي من 10,000. امكانياته ضعيفة يدي 10,000، امكانياته مرتفعة يدي ان شاء الله 70 80 100,000، هو حر. ال10,000 دول اقيم ليكي من القايمة، زائد الذهب اللي هيجيبهولك ان كان دبلة خاتم محبس، هتخشي في حسبة 20,000. ال20,000 دول حطيهم في البنك هيزيدوا. اما القايمة حبيبتي قيمتها بتقل، يبقى انت كده ضمنتي حقوقك، هي دي حقوقك. لان الشرع والدين ما بيقولش الست تجهز وتجيب وتكتب عليه قايمة وفي الاخر بتعملي له صراع نفسي. انت في يوم من الايام هو الوحيد اللي شاف عوراتك، وفي الاخر انت بتتنازلي عن حقوقك، يبقى هي مش ضمان لحقوقك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا امي اتنازل عن حقوقي؟ ايوه بتتنازلي. لما بيجي له حكم وعندك اولاد بتقولي مش هسجنه عشان اولادي، صح؟ يبقى هي مش ضمان لحقوقك خالص. وبعدين هو بيخش معاكي في صراع عند بقى، مش هديكي مش هجيبلك، يبقى فين حقوقك دي؟ ده غير المحامين اللي بيستغلوا الستات الجميلات. لو انت جميله يقولك مش هاخد اتعابي بس هاخد حاجات تانية. لا، هي مش ضمان الحقوق خالص. خليه يجهز بأقل الإمكانيات والتكاليف. يجيب عفش مستعمل، يجيب عفش جديد، يجيب عفش مستعمل، يجيب عفش جديد، يجيب عفش من فرنسا، يجيب عفش من تحت السلم. قولي له بس شروطك، انا عايزاه متين وعايزاه شيك والوانه حلو، وانتي نقي معايا خلاص. والله يا زوج انت كده حقوقك مضمونه. لما انت تجهز من الابره والصاروخ، اولا هتبقى كرامتك مرفوعه ان ده بيتك ومجهزه بنفسك. انت قوام. ثانيا لو حصل طلاق عندك بيتك اتجوز فيه بدل ما تعك، لانك ما بتعرفش تجهز تاني بعد الطلاق. ما تقولش ايه ده وانا اقدر اجيب الشقه كلها. ايه انت بتتكلمي تقولي ايه؟ ما انت مش هتجيبي يا حبيبي 20 طقم سرير ولا هتجيب 20 طقم كاسات، انت هتجيب طقم كاسات، طقم حلل، طقمين ملايات، طقمين فوط، مش هيكلفوك. العفش فيه عفش جميل جدا ورخيص، بس في اماكن بقى مش المعارض والكلام ده، مش عايزه اقول منين. خلاص. وهتخش في شقه محترمه، وانت هتقول للناس، هتدور تقول انا جايب للناس العفش ده من قديم، مش هيبان. ده في عفش زي العربيه كده، ما بيجيبوها خرده ويجددوها بتبقى روعه. فاهمني انت؟ طبعا اهم حاجه الشكل يبقى حلو والالوان حلوه متناسقه كده. هتخشوا بحاجات يعني انت لا انت القوام مجهز، وهي معاها مهرها وشبكتها، وهيبقى في رحمه وموده زي ما ربنا قال. ربنا اللي قال لنا، مش ايمي اللي بتقول، مش ايمي والله. طبقوا الشرع والدين، بلا قايمه بلا زفت. والله والله 100 مره هي مش ضمان لحقوق الزوجه، هي خراب للزوجه. اللهم اني بلغت.